الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتشرت في مواقع التواصل وخاصة على اليوتيوب حلقة للمدعو عبد الله الشريف، هذا الإخواني عليه من الله ما يستحق. وتضمنت هذه الحلقة إساءات بالغة جدا وأكاذيب لفقت على علماء المسلمين، علماء التوحيد والسنة، وعلى حكام المسلمين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بعدله. وهذه الحلقة تبين لنا حقيقة حسد وحقد الإخوان المسلمين على علماء التوحيد وعلى حكام المسلمين، فنسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية. اقتطفت مقتطفات من هذه الحلقة وأردت أن أرد عليها مستعينا بالله تبارك وتعالى، داعيا من الله عز وجل القبول والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نشوف أول مادة ونرجع لكم تاني. وعندنا مشايخنا وعلمائنا الله يحفظهم ويبارك فيهم ويفك أسرهم. في هذه المادة التي عرضناها يدافع عبد الله الشريف عن دعاة الإخوان المسلمين الذين تم الزج بهم في السجون لقضايا كبيرة جدا، ومن هذه القضايا قضية التكفير وغيرها من القضايا والخروج على الحكام. نقتطف رمز من هؤلاء الرموز في الصورة اللي هو سلمان العودة، دافع عنه عبد الله الشريف، قال يدخلوه السجن ليه؟ ونعرض لكم وثيقة تبين لنا حقيقة سلمان العودة، شوفوها ونرجع لكم تاني. في حياة البشرية بل ومنذ قرون التاريخ كلها أن كثيرا من الدعوات والحركات والنظريات تتكلم عن قيم ومعاني. لو نظرنا إلى الشيوعية مثلا وجدنا أنها تتكلم عن المساواة والعدالة وحقوق العمال. لو نظرنا إلى الماسونية وقوانينها وأنظمتها من العدل والمساواة. لو نظرنا إلى كل النظريات التي قامت في الشرق أو في الغرب من النظريات الديمقراطية أو الرأسمالية أو الليبرالية أو الشرقية أو سواها القديم والجديد، لوجدنا أن ثمة كلاما جميلا. نسأل الله السلام والعافية. دفاع عن الشيوعية الماركسية، ثناء عن الشيوعية الماركسية، وثناء على الليبرالية، بل وثناء على المأسونية. أسألكم بالله مثل هذا لا يستحق الزج به في السجون، ولكن حقيقة الإخوان المسلمين أكبر من ذلك. وهذا الثناء وهذا الدفاع يبين لنا حقيقة عبد الله الشريف أنه من جماعة الإخوان المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية. وغيرهم من الدعاة الذين تم الزج بهم في السجون لقضايا كبيرة جدا. طيب نشوف المقطع الثاني من الحلقة دارين نرد عليه ونرجع لكم تاني. طيب دي كلها يقول لك حنا هل التوحيد يا أخي انت وربي انهم خطر على التوحيد والعقيدة والسنة اللي هم بيستخبوا وراهم. سبحان الله، على حسب جهله عبد الله الشريف يطعن في آل سعود ويقول أنهم يعني خطر على التوحيد والعقيدة والسنة، والعالم أجمع والناس أجمعين يشاهدون حقيقة دفاع آل سعود ومناصرتهم للتوحيد وللسنة وللعقيدة. فمنذ الملك الأول المؤسس التحم مع محمد بن عبد الوهاب العالم الجليل ونشروا التوحيد والعقيدة والسنة وهدموا القباب في المملكة العربية السعودية. ده تاريخ. وللآن لا يوجد ولا ضريح ولا قبة تعبد من دون الله ولا وثن في المملكة العربية السعودية. هذا يكفي في الثناء على آل سعود وعلى المملكة، وأنهم نصروا العقيدة ونصروا التوحيد والسنة، وعلى عكس ما تقول يا عبد الله الشريف، عليك من الله ما تستحق. طيب نشوف المادة الثالثة ونرجع لكم تاني. عن المجرمين اللي دايما تلاقيهم في مزابل ولاة الأمور بيقتاتوا على بقاياهم المنتنة، اللي بيختصروا دين محمد صلى الله عليه وسلم في طاعة طاغية قاعد بيحكم بالحديد والنار. في هذا المقطع
يطعن في العلماء التوحيد والسنة ويقول أنهم يطيعون طاغية يحكم بالحديد والنار، وهو تجاهل والإخوان المسلمون يتجاهلون الأحاديث الواردة في طاعة الحكام المسلمين. ما في حاكم، ما في عالم عفوا من علماء التوحيد والسنة في المملكة العربية السعودية وغيرهم قال يا جماعة أطيعوا الحكام الطغاة في المعاصي، إنما قال كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة للحاكم المسلم في المعروف. ودي حاجة ظاهرة وحاجة معروفة. وده قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، إنما الطاعة تكون في المعروف. فهذه كذبة يروج لها هذا الخبيث عبد الله الشريف. طيب نشوف المقطع اللي بعده ونرجع لكم تاني. متصدرين للناس بفعل فاعل قاصد ان هو يغيب الحقيقة مع المشايخ اللي خدهم في السجون ويجفف المنابع، وطالق علينا هذه الزبالات تلاقيهم في كل حتة آمنين ومرتاحين يعني. وهذا أخطر ما جاء في هذه الحلقة، الطعن ووصف أهل السنة والجماعة وعلماء السلف وعلماء التوحيد بالزبالة، مع صور أرفقها لشخصية ملتحية وسط الزبالة. لا نرد عليك إلا بآيات الله تبارك وتعالى يا عبد الله الشريف. قال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية. أجمع العلماء على أن الاستهزاء برجال الدين والعلماء وآيات الله وآيات رسوله عليه الصلاة والسلام والاستهزاء به إنه كفر بالله تبارك وتعالى. ومن هنا نحذر جميع المسلمين من المشاهدة لهذه الحلقات التي يروجها هذا المجرم الخبيث، ومن الاستماع لهذا المجرم الخبيث الإخوانجي عبد الله الشريف، لأن كل حلقاته فيها استهزاء بأهل السنة وبعلماء السنة والتوحيد والعقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.